المنوفية بنتشرف بالاستاذه سوسن لاول مره في مدينه السادات، منوره مدينه السادات كلها، ويعني مش عارفين نقول لحضرتك ايه. كل الشباب مبسوطه، واول زياره ليكي بعد توليكي المنصب وكيله وزاره. والله انا جيت مره قبل كده او مرتين في مجلس الامناء، بس ما كانش فيه الفرصه ان انا اجي نادي النجوم ولا مركز شباب المدينه اللي هو في المنطقه ال11 ولا الملعبين اللي هو في 7 و8. النهارده الحمد لله يعني كانت في فرصه ان انا اروح نادي النجوم، من الانديه العريقه في مدينه السادات، من مجالس الادارات النشيطه جدا. هقول لحضرتك ايه، يعني عندهم كل حاجه بيعملوها، ما عندهمش حاجه صعبه، وبيعملوا كل حاجه فعلا في النادي. منذ تولي حضرتك كنت مهتميه بمراكز الشباب؟ طبعا لازم. يعني عشان حضرتك اصلا من مراكز الشباب ونابعه من مراكز الشباب لا ولا؟ لا، حضرتك مركز شباب هو اللي بيجيب الشباب، علشان يعني احنا عايزين الشباب يخش مركز شباب علشان يبعد عن الحاجات اللي ممكن توصله لمراحل مش كويسه في حياته. مركز شباب هو اللي بيدي، اللي لا طبعا كل الطاقه بيحطها في مركز شباب. بيلعب رياضه، بيحفظ قرآن، عندنا نشاط اجتماعي ونشاط ثقافي. فطبعا مركز شباب لازم يجيب الشباب ناحيته علشان خاطر يبعدوا عن كل حاجه ممكن تسئ له بعد كده. الاستاذه سوسن مهتميه بالقريه الاولمبيه ان شاء الله باذن الله، ربنا يسهل. هنعرض على سياده المحافظ وعلى سياده الوزير علشان نعمل قريه اولمبيه في مدينه السادات ان شاء الله. متشكرين جدا، وما نتحرمش من حضرتك ولا من زياره حضرتك لمدينه السادات اللي نورتيها ونورت اهلها كلهم. متشكره جدا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم جميعا. وعلى حضرتك يا فندم ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. فين البنت؟ افصل الفيديو. افصل الفيديو.